وبهذا كنتوقع ان المباراه النهائيه ديال السوبر الاسباني بين البارسا والريال غتسالي بفوز البارسا على الريال بنتيجه 3-1. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ميكاسا. اذا كيف ما شفنا سالاو القمم ديال الويكاند واللي على راسهم الكلاسيكو بين البارسا والريال، بالاضافه لديربي مانشستر وديربي لندن بين الارسنال وتوتنهام، وما نساوش التنشيط اللي طاري في البطوله الوطنيه اسبرو والقمم اللي كانوا واللي على راسهم الرجاء وبركان، بالاضافه لفتح الرباط واولمبيك اسفي. في هذا الفيديو غادي نفصلوا في هاد الماتشات هادو كاملين، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش تهبط لتحت وتفرقع ديك لايك وسبسكرايب للقناه الا كنتي باقي جديد، وما تنساش تتابعني في الحسابات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام، ونتلاقاو مور الانترو. كرة عرضية رأسية إذا كيف ما قلنا ان الماتشات ديال نهايه الاسبوع اللي فات كانوا مشنشطين وشابعين قمم، واللي على راسهم نهائي السوبر الاسباني والكلاسيكو بين البارسا والريال. هذا الماتش هذا اللي جبت فيه التوقع لاصق في اخر فيديو، والنتيجه اللي كانت 3-1 واللي حسم بها البارسا النهائي لصالحه وحسم اللقب رقم 14 في تاريخه، في ماتش اللي قدم فيه البارسا اداء اللي رائع بقياده الثنائي بيدري وغافي، اللي قدموا واحده من احسن المباريات ديالهم منذ التحاقهم بالبارسا. غافي اللي قدم ماتش رائع وماتش العمر، واستطاع انه يسجل هدف ويعطي جوج اسيستات، وبيدري اللي سجل هدف وتالق في المباراه. تشافي استطاع انه يدخل المباراه بخطه اللي كانت واقعيه جدا، وهي نفسها اللي استعملها امام اتلتيكو وجاب بها الانتصار من ملعب الواندا. تشافي طبق افكاره بشكل جيد داخل الملعب، واستطاع انه يفرض افكاره على كارلو انشيلوتي، والنتيجه كانت التتويج باللقب واكتساح في الملعب من قدام الغريم التقليدي ريال مدريد. تشافي حقق اول لقب ليه تحت الاداره الفنيه ديال البارسا، وبين الاداره انه قد الثقه اللي توكلت ليه في المهمه ديالو لارجاع البارسا للطريق الصحيح والتتويج بالالقاب. وبجيل رائع من الشباب واللي على راسهم اراوخو وكوندي بالاضافه لغافي وبيدري، انا متاكد ان البارسا غادي ترجع للواجهه وغادي تقول الكلمه ديالها في السنوات المقبله. لقب جد مهم للبارسا ولهذا الجيل من لاعبي الشباب، واللي غادي يعطيهم دفعه جد معنويه في المنافسات المقبله واللي على راسهم الليغا. في المقابل الريال واللي قدم اسوأ مباراه لهذا الموسم حد الان، دفع ثمن عدم جلب لاعبين في مراكز الخصاص في الميركاتو الصيفي، واللي على راسهم مركز الظهير الايمن ومركز راس الحربه اللي عوض كريم بنزيما. الريال قدم مباراه كارثيه والنتيجه كانت خساره اللقب من امام الغريم التقليدي. كارلو انشيلوتي مطالب بترميم الصفوف قبل فوات الاوان، والمنافسات المقبله هي اللي غادي تحدد واش الريال قادر انه يكرر المعجزه ديال الموسم الماضي ولا لا. اما البريمير ليغ واللي عرفت الجوله 19 ديالو جوج ديربيات، واللي راسهم ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد، وديربي لندن بين ارسنال وتوتنهام. نبداو بديربي مانشستر واللي شهد السقوط الثاني على التوالي لوليدات غوارديولا بعد السقوط في كاس الرابطه امام ساوثهامبتون. جات الخساره الثانيه واللي هذه المره من امام الغريم التقليدي اليونايتد. السيتي واللي خسر بطريقه غريبه في هذه المباراه، بحيث انه كان متقدم لحدود الدقيقه 78 ولكن ترى اللي ما كانش في الحسبان. اليونايتد استطاع انه يقلب النتيجه في ظرف 4 ديال الدقائق بين الدقيقه 78 والدقيقه 82 بجوج بيوت الكل من برونو فرنانديز وراشفورد. السيتي بعد الخروج من الكاس ها هو الان كيسقط امام الغريم التقليدي اليونايتد، وكيزيد يبتعد على المتصدر ارسنال بفرق 8 ديال النقاط. في المقابل مانشستر يونايتد واللي غادي بشكل وبخط تصاعدي مع المدرب تينهاغ كيقدم اداء رائع، وهو الان وصل للتوب فور من امام كل من نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي وارسنال. اما ليفربول واللي سقط سقوط مدوي من امام برايتون ب3-0 في ماتش اللي قدم فيه برايتون اداء رائع، وليفربول قدم اداء اللي ميمكنش. ليفربول مطالب بجلب اسماء ولاعبين في الميركاتو الشتوي اللي يليقوا باسم النادي، خصوصا في مركز وسط الميدان. هذه الخساره هبط بها ليفربول المركز التاسع بفرق 10 ديال النقاط على التوب فور، واللي كيصعب المهمه ديالو في التاهل لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل. تشيلسي واللي حقق انتصار نقدروا نقولوا عليه انتصار صعب
من امام جارو كريستال بالاس بهدف مقابل لا شيء من تسجيل لاعب هافيرتز ومن اسيست ولد نزيات. ليفربول او تشيلسي استطاع انه يحقق الانتصار ويوصل للنقطه رقم 38 بالتساوي مع ليفربول، ويصبح حتى هو على بعد 10 نقاط من مراكز التوب 4 المؤهله للشامبيونز ليغ. اما ارسنال واللي حسم ديربي لندن من امام الغريم ديالو توتنهام وفاز عليه في تيرانو ب2-0 في ماتش اللي قدم فيه ارسنال والحارس رامزديل اداء اللي واعر بزاف. ارسنال واللي كيقدم هذا الموسم كره واعره مع المدرب ارتيتا وبمواهب اللي ما يمكنش، واللي على راسهم اوديغارد وساكا وبارتي وبقياده المدرب ارتيتا، واللي كيرجع ليه الفضل في وصول ارسنال لهذا المستوى هذا وتصدرهم للبريمير ليغ. ارسنال جا ابتعد على مانشستر سيتي بفارق 8 ديال النقاط وكيأكد انه منافس حقيقي على اللقب. انا شخصيا كنتمنى كمحايد فوز ارسنال بلقب الدوري الانجليزي لانهم بصراحه يستاهلوا هذا اللقب. هذا حاليا هو الترتيب ديال الدوري الانجليزي لحد الان، واللي كيتصدر فيه ارسنال الترتيب بفارق 8 ديال النقاط على مانشستر سيتي. ومفاجاه الموسم نيوكاسل واللي كيقدم اداء رائع واللي كيحتل المرتبه الثالثه مع ماتش زايد على باقي الفراقي. اما قمه الجوله 18 من السيري اي واللي استقبل فيها نابولي اليوفي واكتسحوا بنتيجه 5-1 في ماتش اللي قدم فيه نابولي اداء اللي خرافي وحكم المقابله بالطول وبالعرض. نتيجه اللي غتبقى تاريخيه في تاريخ المواجهات بين الفراقي بجوج، ونابولي اكد في هذه المباراه هذه وبهذا الانتصار انه هو المرشح الاول للتتويج بلقب الدوري الايطالي هذا العام. سباليتي استطاع انه يفرض الاسلوب ديالو داخل ارضيه الملعب بواسطه الاسلحه ديالو كفاراتسخيليا واوسيمين والماز، واستطاع انه يدك شباك اليوفي ب5-1. في المقابل اليوفي حتى قلنا انه بدا كيرجع للمنافسه وبدا كيسترجع الانفاس ديالو حتى كتجي الضربه من نابولي بخماسيه اللي عطات واربكت الحسابات ديال اليوفي وعطات عدم الثقه للمدرب أليغري في قياده اليوفي في باقي المنافسات. نابولي كنأكدها من هذا المنبر، ورغم اننا باقين في الجوله 18 انه رسميا هو البطل ديال الدوري الايطالي هذا العام، وباقي غيمشي بعيد حتى في بطوله الشامبيونز ليغ وغنشوفوه في نصف النهائي. اما في باقي نتائج الجوله 18 الميلان سقط فخ ليتشي وتعادل معاه ب2-2 في ماتش اللي كان منهزم فيه الميلان ب2-2 واستطاع انه يعدل النتيجه في الشوط الثاني. اما الانتر واللي حق انتصار صعيب بزاف في ملعب جوزيبي ميازا من امام هيلاس فيرونا بالهدف ديال لاوتارو مارتينيز. روما واللي انتصر على فيورنتينا ب2-0 في الماتش اللي عرف مشاركه ولدنا سفيان امرابط. اما اتلانتا واللي ضرب بالقاصح وفاز على ساليرنيتانا ب8-2. 8-2. وشوف تسويل هاد الزيت. هذا حاليا هو ترتيب الدوري الايطالي واللي كيعرف ابتعاد نابولي على صاحب المرتبه الثانيه ب9 ديال النقاط، فيما المنافسه بين 6 ديال الفراقي على المراكز الاوروبيه المؤهله للشامبيونز ليغ واليوروبا ليغ. اما البطوله الوطنيه اسبرو واللي مروكشه فيها ديال بصح بين 4 حتى 5 ديال الفراقي، واللي هما الفتح والجيش الملكي والوداد والرجاء، ونقدو نقولوا اتحاد توارقه. نبداو بالرجاء واللي في اخر ماتش انتصر على نهضه بركان في ماتش اللي قدمت فيه الرجاء واحد من احسن المستويات ديالها هذا الموسم لحد الان. الرجاء بعد الانتصار على بركان غيستقبل غدا فريق مولوديه وجده في ماتش اللي مهم جدا للرجاء، واللي في حال الانتصار غيزيد يقرب اكثر من المتصدر الفتح الرباطي والجيش الملكي. الرجاء لازم عليه الانتصار في الماتش ديال مولوديه وجده قبل الماتش ديال الكلاسيكو امام الجيش الملكي، وواجب على ابرز لاعبيه واللي على راسهم اهولو وانس الزنيتي تفادي البطاقه الصفراء لعدم الغياب على الماتش ديال الجيش الملكي. الرجاء كيف ما قلت مطالب بالانتصار على المولوديه الوجديه في الماتش ديال غدا واللي غادي يكون على ملعب محمد الخامس، واللي بطبيعه الحال غادي نشوفوا حضور جماهيري اللي كبير من انصار الرجاء البيضاوي. في المقابل المولوديه وجده واللي كيعاني في اسفل الترتيب هذا الماتش ما غاديش يكون عليه سهل، بحيث انه مربما يجيب نقطه اللي غادي تكون جد ايجابيه من ملعب محمد الخامس. ودادو بعد الانتصار الصعب في اخر مباراه امام حسنيه اكادير غادي يرحل في الجوله المقبله لواحد من اصعب الملاعب في البطوله الوطنيه واللي هو ملعب المسيره باش يلعب مع اولمبيك اسفي. الوداد الواجب عليه الانتصار في هذه المقابله باش يزيد الضغط على ثنائي المقدمه الجيش الملكي والفتح الرباطي. في المقابل اولمبيك اسفي واجب عليه كذلك الانتصار، وذلك لتعويض الخساره في اخر مباراه امام الفتح الرباطي.
اولمبيك اسفي غادي يكون منقوص من عده لاعبين في هذه المقابله، سواء بسبب الاصابه او بسبب البطائق الحمراء. الوداد مع المدرب المدني النفطي كيقدم لحد الان اداء اللي ماشي هو هذاك، ولكن المدرب باقي جديد وباقي الاداء غادي يتطور قبل الدخول في غمار منافسات كاس العالم للانديه وعصبه الابطال الافريقيه. اما الجيش الملكي وبعد الانتصار في اخر جوله والعوده من ملعب اولمبيك خريبكا ب3 ديال النقاط، غادي يواجه في الجوله المقبله وفي قمه الجوله المغرب الفاسي. الجيش الملكي واجب عليه الانتصار باش يبقى كيف ما كنقولوا عاطل في المقدمه من امام الفتح الرباطي والوداد البيضاوي. الجيش الملكي كينتظروا جوج مقابلات في الجولتين المقبلتين اللي قويين بزاف امام المغرب الفاسي، وفي المباراه المقبله اللي غيرحل الدار البيضاء باش يلعب الكلاسيكو مع الرجاء. في المقابل المغرب الفاسي واللي كيحقق نتائج رائعه مع المدرب شكيليط واللي كيحتل المرتبه السادسه مناصفه مع الرجاء ب20 نقطه، غادي يواجه الجيش الملكي من اجل الانتصار والاقتراب اكثر من المقدمه. هذا هو الترتيب الحالي ديال الدوري المغربي. كيف ما كنشوفوا الفتح الرباطي متصدر، وهذا الفريق هذا اللي راهنت عليه من بدايه الموسم وقلت انه غيكون منافس قوي على لقب البطوله الوطنيه. وكنشوفوا ايضا اتحاد توارقه اللي هو المفاجاه الساره ديال هذا الموسم، والرجاء والمغرب الفاسي والوداد. دوزو على تشكيله الاسبوع واللي غادي نختار فيها لاعب من كل مركز. هذه الفقره هذه اللي اول مره غادي نديرها في الفيديوهات ديالي. نبداو بالحراسه المرمى واللي رشحت فيها 3 ديال الحراس اللي قدموا اداء اللي واعر في المباريات ديال اخر الاسبوع، واللي هما تير شتيغن ورامسديل وانس زنيتي. ولكن غادي نختار الحارس ديال الارسنال رامسديل اللي قدم ماتش عظيم من امام الغريم ديالهم التقليدي توتنهام. اما في مركز الدفاع غادي نحط لاعب البارسا اراوخو اللي قدم ماتش كبير وما خلاش لفينيسيوس جونيور فين يتمنى. في وسط الميدان احتاريت بزاف بين اوديغارد وغافي، ولكن غادي نحط لاعب البارسا غافي اللي قدم اداء خرافي واستطاع انه يسجل بيت وجوج ديال الاسيستات. اما راس الحربه غادي نحط لاعب نابولي فيكتور اوسيمين واللي استطاع انه يسجل جوج بيوت على اليوفي في الماتش ديال الكلاسيكو في الدوري الايطالي. اما احسن فريق هذا الاسبوع واللي احتاريت بين البارسا ونابولي وارسنال، ولكن كنعتقد ان نابولي كان هو احسن فريق بالفوز ديالو بنتيجه كبيره على واحد من احسن الفرق واللي هما اليوفي. اما بالنسبه لاسوأ فريق في الاسبوع واللي احتاريت صراحه بين 3 ديال الفراقي واللي هما الريال واليوفي وليفربول، ولكن غادي نختار اليوفي لانه خسر بنتيجه كارثيه وباداء اللي كارثي. اذا هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم. الا عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناه الا كنتي باقي جديد معنا، وما تنساش تتابعني في الحسابات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي. نتلاقاو الخوت في فيديو جديد. تهلاو.